يعني رجوع من طريق المعصية إلى طريق الطاعة، من ظلمة المعاصي والحفر والجرف إلى سماحة وسعادة ونور وهداية. فرح ربك، إن الله أشد فرحا بتوبة العبد إذا تاب. فرح أمك، أنقذ نفسك. ما بينك وبين القبر إلا يقال فلان مات. يا كثر ما نسمعها، رسالة جوال مات فلان. في اليوم ايش خلينا نتردد؟ ليش؟ عشان فلان ذا والله بكرة أتحسر وتندم. الآن إذا فاتنا شيء نعض أصابعنا. يوم القيامة يوم يعض الظالم على يديه، مش إصبعه، يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني، يا ويلتاه، يا ليتني لم أتخذ فلانا نكرة، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. فلان أي شيء يردك عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التوبة، ترى فلان، لأن نكرة يركب عليه شخص. صديقي هو فلان اللي ذكر في الآية، زوجتي هي فلان اللي ذكرت في الآية، سيارتي، تجارتي، شهرتي، صحبتي، علاقتي، حبيبتي، حبيبي. لا تخلي فلان ذا يدخلك النار، لا تخلي فلان ذا يدخلك النار ويمكن تموت على معصية ويتوب. أنا شفت ناس أعرفهم يوم تاب خويهم ضحكوا عليه، نكتوا عليه وعلقوا عليه ورجعوه، ويوم مات بينهم ويشرب تابوا وصلحت أحوالهم وحفظوا القرآن وحمامة في المسجد. طيب هذا هو اللي أنتم رجعتوه، جنيتوا عليه، يوم مات أصبح عظة وعبرة لكم. الحين تبتوا فلا يضحكون عليك، يصدونك عن الدين وتموت على معصية ويتوبون هم. انتبه، لا تكون ضحية، لا تكون أنت العظة والعبرة يا شيخ. غير، خلونا نفرح وبذلك فليفرحوا. خلونا نفرح بالتوبة، نفرح بالهداية. لا يردك شيء يا شيخ، تقدم، أنت أسد، أنت بطل، أنت رجل. تفتح لك أبواب السماء، أتقرقع لك أبواب السماء إذا قلت يا الله، يا رب اغفر لي، ارحمني. متى نلجأ لله سبحانه وتعالى؟ متى نبي نتوب؟ متى؟ محددين تاريخ معين، زمان معين، مكان معين؟ هي لحظة تتخذ فيها القرار الحاسم، القرار الذي لا يؤجل، إن يتخلص من الذنوب والمعاصي. إذا ما تلفتها اليوم والله لتموت وهي عندك. بياع كبير ورا خط المياه يقول والله 80 كيلو اللي عندي في البيت. سمعت مقطع تقول إذا مت من يتلف عنك المخدرات؟ يقول كل ما جيت برقد جاني الكلمة في راسي، إذا مت من يتلف عنك المخدرات؟ يقول شريط صوتك أسمعه. يقول والله ما ارتحت لين قمت وصارحت مرتي ونزلت أنا وياها تحت في الليل، وأجلكم الله فتحنا غطى البيارة وكبينا 80 كيلو فيها. يقول هنا قعدت تبكي، وقعدت المرة تبكي، وقالت والله ما يخيبك الله، وابشر بالخير، لا جاء الفجر بقومك تصلي، ودق على المطاوع وروح لهم يعرفونك ويحبونك، وكم مرة جو يطقون الباب يسألون عنك، والله ما يخيبك الله. هذه بفلوس ما بلعب. أنت تركت لله. الترك لله عمل يؤجر عليه الإنسان. تترك مخافة الله ولا تترك مخافة الدورية ولا الهيئة؟ لا، أترك لله. أترك وأنا قادر ولا أترك وأنا عاجز؟ لا، تترك وأنت قادر، أقوى في توبتك، في مبدأك. من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة،
تنوي تسوي سيئة بعدين تتركها لله، الله يعطيك بدالها حسنة. ترى حنا في الحياة الدنيا في ميدان تنافس، والله يوم القيامة منازل في الجنة، وفي ناس فلان ابن فلان النار. يوم نتائج، وش زرعت تلقى. اللي انت قدمت بتلقاه، انت اللي قدمت يبيض وجهك عند الله ولا يسود وجهك. والله اذا كان يبيض وجهك لتقول مثل ما قال معاذ بن جبل: مرحبا بزائر طال انتظاره. يوم جاء ملك الموت قال: ارحب مرحبا بزائر طال انتظاره. حنا اليوم نخشى الموت ونخاف من الموت ولا نبي طير الموت لأننا عصاه. الدنيا خربانة عندنا يا شيخ، احنا نبي نزينها قبل ما نرحل. زينها الحين. كيفك مع صلاتك؟ اضبط عمرك قبل رمضان عشان تتلذذ برمضان. كيفك مع قراءة القرآن؟ اضبط عمرك من الآن عشان تخشع وتبكي في رمضان من القرآن وتختم. كيفك مع الوالدين، مع العلاقات وصلة الأرحام؟ كيف معاصيك وذنوبك؟ اتركها لله من الآن عشان تتلذذ في رمضان. منغصات الحياة المعاصي والذنوب نغصت علينا حياتنا، طفشتنا وزهقتنا وخلتنا من جرف لدحديرة. يا أخي ملينا يا أخي، نبي نعيش حياة زينة، نبي نعيش حياة حلوة. يا أخي نبي نتوب، يا أخي نبي الهداية. يا أخي تكفون يا مطاوعة، يرحم والديكم، دلونا على الخير. يقول واحد: معقولة أنتم عايشين هالحياة من زمان ولا قلتوا لنا؟ أخي حسبي الله عليكم. قلت: انبحت صدورنا وانشفت حلوقنا وتفنى الدم بعد المحاضرات، نروح نكح دم للنملة الفاين وكلنا نقول: يا شباب توبوا، يا شباب توبوا. قال: حرام عليكم، لكم كم سنة في العسل ومخلينا على المعسل. قلنا: ياما نصحناك وياما كلمناك، بس انت تحب تسمع وتقول صح، والله كلام، لكن ما سويت شيء. جزاء بما كانوا يعملون مو يسمعون. احنا اليوم نبي عمل. من أتاني يمشي أتيته هرولة. من يبغى يجي يمشي لله عشان يقبل عليه الله؟ من تقرب إلي الشبر تقربت منه ذراع. من بيحط الشبر منكم؟ من يبي الشبر منكم؟ من بيضع الشبر منكم؟ يقوم. قم يا شيخ، لا تتردد، تعال أقبل على الله. استهدوني أهدكم. تعال غير من حياتك. أدري إن حياتك دمار، أنا خايف تموت كذا. تعال تغير، تعال غير. باب التوبة مفتوح يا شيخ، لا تتردد. هنيالك شباب طلعوا، اللي رمعود، اللي دخان، اللي ضحكوا عليه الناس، لكن اليوم من أهل الخير والصلاح والاستقامة. يقول: الحمد لله إني كنت من ضمن الحضور، الحمد لله إن الله ساقني لكم وساقكم لي. يقول: الحمد لله إني تحركت. يقول: وانت تتكلم كان ودي أمشي بس في شيء يشدني، أقدم رجل وارجع رجل، بروح لا تروح، بروح لا تروح. يقول: لين جت لحظة ورحت، ويا زينة من روحه، خطوات بسيطة لكنها عند الله عظيمة. من أتاني يمشي أتيته هرولة. أنتم التائبين الله يحبكم، أنتم يا التائبين إن الله يحب التائبين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. الله يحبك، أنت الأقرب إلى الله. فبادر، بادر قبل أن تغادر. أمامك فرصة. أي شيء في حياتك ما يرضي الله سبحانه وتعالى تخلص منه. أي شيء في حياتك ما يرضي الله سبحانه وتعالى أتلفه قبل يتلفك، ارمه قبل يرميك.
تخلص منه قبل يتخلص منك. والله اللي يجي في يوم من الأيام وبتشوفون حادث والرجال ميت وبكى الدخان في مخباه والجوال مليان صور والأغاني مرفوع عليها. طيب من يتلفها؟ يا الله، مات عليها يبعث عليها يوم القيامة. يا شباب لا تترددون، ندري عند الإنسان بلاوي، لكن مو بعيب انك اخطيت، العيب انك ما تصلح الخطأ، انك تتمادى. فندعو الشباب جميعا بالتوبة والهداية والإنابة والرجوع لله. والله فرصة عظيمة لك، رمضان على الأبواب، عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي يقول النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف ايش معنى حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأنك تعيد الزمن إلى الخلف حتى تكون في عهد الصحابة وتكون من ضمن الناس اللي كانوا في حجة الوداع. حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرصة يا شيخ، بكرة جمعة، فرصة الواحد يغتسل ويروح يصلي ويبكر خطبة الجمعة. حلو النوم الليلة بدون ذنوب ومعاصي، تنام وانت مرتاح، ما في شيء خايف منه، ما في رقم سري، ما في خوف من اللي في الجوال، ما في خوف أحد يطيح على اللي تحت السرير، ما في خوف أحد يطيح على اللي في الطبلون الكهرب، ما في خوف أبدا، نايم مطمن مرتاح، حتى ما في خوف تقوم ولا ما تقوم، ما في خوف، لأن العلاقة مع الله زينة، ما أنت خايف. هذه الحياة، هذا اللي احنا نبي، الواحد يمشي مطمئن ما يتلفت. فبادروا يا شباب، الباب مفتوح، والأخوان هنا جزاهم الله خير يعتنون بالتائبين ويأخذون بيدك. لا تروح الفرصة أن تتصل بكرة تقول والله ودي توب. اليوم موجودين، قرار لا يؤجل، هو التوبة لله والرجوع، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل يبدل الله السيئات إلى حسنات وغدراتي وفجراتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وغدراتك وفجراتك يا زين الدين. ترى نفس الجلسات هذه، أنا توني قاعد مع بريطة قديمة، قاعد مع بريطة والشباب واسألهم عن ضيف الله واسألهم عن الشباب، وقعدنا نسولف عن الجلسات. وفعلا احنا كنا نجلس زي كذا، نفس الأماكن دي، كنا نجيب مكبرات، نكتب كسرات، ونجيب ضيف الله عكش، نجيب نوار، نجيب الدرهوم، ويلا يا شباب، وجمعة وصفقة وعرق وتعب، في عرق هنا وفي عرق آخر الليل، وتعبانين، والعالم تغني، نفس القعدة كذا. اليوم ترى احنا نحب البرح، احنا نحب البرح. اليوم نفس الحياة ترى نمارسها، فرشات ومكبرات ومايك وجيب فلان، والعالم مجتمعين، بس عندنا ما في صبقة ولا في عود، قاعدين ذكر لله، نسمع كلمتين ونستفيد، والناس تتوب والناس تتغير. يعني نمارس نفس حياتنا لكن بصيغة أخرى، هذه فيها أجر وذيك فيها وزر، هذه فيها سعادة وراحة وذيك فيها هم وطفش وزهق. شبابنا ما بيطول عليكم، تكفون، تكفى، ترى تكفى تهز الرياجين، ولولا ظروف الوقت ما قلت تكفى. لو والله اللي غدا في الراس تشويش، شاش وتشوش ما يركز وماشي، كل سبايب دفة عقب تحشيش، احسبني يا الباشا وانا صرت ناشي. كب السهر، كب السهر كان تبغى المطاريش، شي نجي غالي وشي بلاشي، كلن على كيفه في ساعة الطيش، احد جلس واحد مع الناس طاشي. والله اذا الابيات اني كتبتها في برحة قريب من هنا، قريب من البرحة دي، لكن ما طلعت مني غصب الا في قافلة الخير. يوم طلع الرجال ورمى بالحشيش وشفت انه حشيش صدق، عارفه، شفت انه حشيش صدق، بعد ذلك شميته، خذيت بنفس، طلعت غصب. لا تقول لي مرتب لها ولا حاط نقاط،
غصب طلعت القصيدة، ما دريت إلا أنا قاعد ألقيها، ما أدري وش جابها، ما لها دخل بالسالفة، شطحة بس غصب عني شفت الحشيش وطلعت القصيدة. الظاهر من النشقة اللي خذيتها. فسبحان الله اللي طلعوا كثر، ترى كانوا يمكن 70 بس ما شفتم أنا ولا كذا واحد. أنتم خلينا نروح في الخيمة اللي ورا. العالم ملت، تبي بس واحد يفتح لها الباب، تجي طفشت تعبت. أنا أقول يا شباب والله فرصة اليوم إن الإنسان يغير من حاله ويبدل من عمره. وتشوفون شرط. قبل أمس في استراحة قابلت واحد في الشريعة وحافظ القرآن وداعية، قال هدايتي على يدك، موجود معناه؟ كأني طحت على وجهه شفته. يقول لي الكلمة اللي أثرت فيه كل شيء جربته، ترى كل شيء جربناه، جرب الدين. شفتوا كلمة كيف يصير مفتاح؟ جربنا كل شيء، خلونا نجرب الدين. شفتوا كيف تغير الكلمات؟ بياع هنا قريب الحارة اللي عند مطعم البيجر، كان يحط كرسي ويفتح شنطة الكابرس وابن أمه يعدي مع رشاش ورامي له قطو ومعلقة وكاتب هذه نهاية كل مطوع. الله يهديه والله العظيم. وهو الله مسخر لي ما يخاف الا مني، واذا قال شيء يقولوا له ترى بنجيب وشكم، يقول لا. فيوم علموني قالوا قاعد وحط كرسي، رحت له قام ابن الذين قلب الاغاني وحط خالد الراشد. ايش عندك؟ والله نسمع ذكر صرفها. سبحان الله. يا انت الواحد يتكلم ما يدري، اتوقع انه من هالجبل من هالضلع طاح. كان مع الطريق السريع وطلع فوق ونوى الانتحار، لأنه ولده محمد جاء له الصبح قال له، هو يقول له ولد محمد يا حميد اركب، حميد اركب وديك المدرسة. قال حميد لا يبا ما بيروح معك، ما بيروح. لح الورع قال اركب. قال يبا تكفى، ما بالمدرسة يعرفون انك ابوي، عشان ما يعيروني فيك.